عايز اعرف بس انت هتعوز ايه اكتر من 50,000 مشجع حواليك في الاستاد عمالين بيهتفوا بيشجعوا من اول المباراة ما بدأت، وانت برضو لحد دلوقتي مش عارف تكسب مباراة واحدة. يعني انا دلوقتي عملت حجتي ان انا لما بلعب بره بخش الاقي مثلا الجمهور والملعب والشوشره بتتعب وداني وبتتعبني انا كمان، فانا ما بعرفش العب وببقى متوتر ومش عارف ايه. طب ادينا دلوقتي جينا ولعبنا على ارضنا وسط جمهورنا اللي قاعد وبيشجع وبيهتف وبرضه نفس الازمه، مفيش اجوان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النادي الاهلي بيصعد كاول مجموعته بعد التعادل مع الجيش الملكي 0-0 على ملعب استاد القاهره. بعد مباراة الاهلي يعني خلاص كان ناقصه بس ان هو يسجل جون، ومش عارف في ايه، يعني ايه اللي بيحصل عندنا في حته ان انا اسجل وان انا افنش دي. انا الصراحه لحد دلوقتي انا مش فاهمها. وحته المراكز اللي احنا هنتكلم فيها دي اللي انا برضو مش فاهم انت على اساس ايه بتلعب حد على حد، انا مش فاهم. التشكيله النهارده بدات بشوبير اللي هو ده المعتاد اللي احنا المفروض ده بقى نستمر عليه، لان انا مش فاهم حته ان انا كل ماتش العب بحارس وكل مش عارف هنا العب بمين وهنا العب بمين دي. يعني السياسه عمري ما شفتها في النادي الاهلي، دايما النادي الاهلي هو حارس واحد بس اللي بيلعب. الحته دي انا خلاص بقى انت فورمتك ثابته وفورمتك موجوده والراجل بيأدي كل ماتش بينزل وبيشيلك وبيعمل حاجات حلوه، فانا ليه بقى اركنه واجي انزله مثلا في ماتش انا محتاجه فيه يروح لابس جون مستواه ينزل شويه؟ طب ما انا انا محتاج اعلي فورمه اللعيبه دي عشان بعد كده ما اجيش مثلا الومه لما يجي يقع مثلا في ماتش ولا حاجه. فده الطبيعي ان شوبير يبدا وينزل يبقى هو الاساسي بتاعي اللي انا بلعب بيه في دوري بقى في افريقيا في ايا كان. الراجل ده اعلي فورمته عشان فورمتي دي هتفيدني بعدين. محمد هاني، ياسين وياسر وكوكا، نقف هنا عند كوكا. انا دلوقتي لسه الماتش اللي فات سامعين وكابتن ايمن الكاشف قاعد يقول لك كوكا قال وعاد ومش عارف ايه والكلام ده. انت دلوقتي انا عايز اسال، انت بتيجي في التمرين انا بلعب اللعيبه دي على اي اساس؟ على اساس ان انا بتمرن وبشوف الاحسن في التمرين وبيلعب. هل كوكا احسن من يوسف بالعمري؟ يعني انا ده انا عايز اسال سؤال دلوقتي، بالعمري كوكا احسن منه؟ بالعمري الكام ده اللي بينزل يلعبهم مش هقول لك واو وجامد وهو ده الجاي بقى والكلام ده، بس باك شمال يعني بيخليك انت بتقعد تتفرج بتقول ايوه ايوه ايوه، هي دي اللي انا مستنيها. ده هي الباك الشمال لمساته، الراجل نازل عارف الحته دي مركزه مكانه. لكن كوكا نفس القصه، نلعبه ماتش نطلعه وننزله نص ملعب هوب نقوم حاشرينه في افريقيا. واحنا يا جدعان يا افريقيا دي يعني ده ايه ده يعني ده كاس محلي مثلا احنا عايزين نجرب فيه؟ اكيد لا يعني. فتاني التبديلات، احط مثلا واحد مكان واحد. طب ما انا عندي واحد دافع فيه فلوس وجايبه وده مركزه وده مكانه وراجل اجنبي، طب ما انا اجيبه والعبه بقى. ونزل وراك يعني ما عملش حاجه حلوه، ما فجرش الموضوع وفجر الكوكب بس يعني، ولمسته بس بتوريك ان الراجل تمام شغال يجي منه. مع الوقت مع المباريات مع الانسجام مع اللعيبه هتلاقي الراجل ده بيطلع منه حاجات فعلا بيفيدك في حته زي دي، بيتطور قدام يفيد الفرقه في حاجات كتير. وده مركزه وعارف الراجل طويل ومش عارف ايه. ليه انا ابدا بكوكا في حته مش مكانه؟ هتفضل الناس تنتقده في كل ماتش يلعبه وهو برضه هيقعد يقول لك ده مش مكاني، وهو فعلا مش مكانه. طب ما احنا نلعبه بمكانه، ولا انت نص الملعب بتاعك فاضي؟ نص الملعب بتاعك فاضي ما فيهوش حد النهارده. لو هو قاعد مثلا مين بره امام، نزل امام مفيش نص ملعب، خلاص ابيض نص ملعب عندك مش موجود. طب ما انا واحد زي كوكا ده استغله في نص الملعب، ينزل مثلا تبديل لمروان لديانج لاي حد، بدل ما انا سايبها فاضيه ومعايا 3 باك شمال واحد منهم ما بيلعبش يلعب باك شمال. فدي حاجه انا بصراحه مستغربها. انت بتنزل اللعيبه دي في التمرين عشان يعملوا ايه؟ انا مش عارف. انا بتمرن فبلاقي ده احسن من ده. اكيد مش كوكا احسن من بالعمري في حته الباك الشمال دي، والراجل كمان بيقول لك انا مش عايز العب. ده الكلام اللي بيتقال. دي حاجه غريبه الصراحه انا مش فاهمها، في حته ان انا التشكيله ثابت على حاجات غريبه الناس كلها العالم كله بيتكلم فيها واحنا برضو لسه مش فاهم الناس دي قطعه ودانها ولا ايه. انا مش فاهم. نص الملعب اللي كان طبيعي ما عندكش غيره اصلا ديانج وبن رمضان مش عارف دماغه مالها، ومروان عطيه. ايه الهجوم؟ طاهر ومروان عثمان والراجل اشرف بن شرقي النهارده. يعني على العموم كان مباراه حلوه مش سيئه ولا حاجه. بس انا دلوقتي انت عندك حسين الشحات، يعني هننزله امتى؟ طيب انا مش فاهم حسين الشحات ده. وهل اللي في الملعب احسن من حسين؟ يعني هل حسين مثلا اسوأ من طاهر النهارده برضه؟ يعني ماتش مش سيء بس هل يعني انا مش شايف برضه حاجه فرق. يعني ده مستوى لاعب عادي جدا. يعني طاهر النهارده مستوى لاعب عادي جدا بيعمل حاجه
بيخلص بعدها حاجه تانية تغطي على الحاجه. مثلا لو عمل حاجه حلوه اللقطه اللي بعدها بتبقى وحشه. كوره مثلا الشوط الثاني مثلا يمكن ما راحتش لطاهر مثلا 3 4 مرات على بعض. فانت هل ايه سر ان انت مثلا راكن حسين الشحات بره؟ ده انت يعني في حاجه بينك وبينه؟ الشحات وحش قوي كده للدرجه في التمرينات مثلا او في يعني في حصص التمرين الراجل ده وحش لدرجه ان انت بتنزله كل ماتش في الدقيقه 86؟ يعني هل هو سيء قوي كده مثلا؟ انا عايز دي برضه، انا مش فاهمها. يعني هل طاهر مثلا في مستواه فارق عن حسين قوي كده عشان حسين يقعد دكه كل مره وينزل وبينزل؟ يعني الراجل النهارده حتى نزل اتخانق، بينزل يعني عارف انت بيبقى نازل ملوش نفس يعمل اي حاجه بس بيطلع منه حاجات كده. عارف لو يرجع حسين الشحات تديله بقى يعني الثقه تاني وتديله ان هو الراجل انا موجود في مني، انا حسين عايز اثبت نفسي عايز اجدد. لكن انت بتقعده دكه ايه دي 84 دي؟ يعني انا حتى هنزل اعمل ايه؟ الكره اصلا مش في ماتش زي ده، الكره مش توصل لي اصلا، لان هما كل ما تطلع اوت ولا كل ما تطلع ضربه مرمى هيقوم واقع لي وماسك لي رجله وماسك لي مش عارف ايه وقلبي وده اللي احنا عارفينه يعني من الفرق بتاعت شمال افريقيا. والمفروض الجهاز الفني يبقى عارف الحته دي. يعني الناس دي مش جايه يعني من ليبيا، ما كلهم في لعبوا في الاهلي وعارفين الماتشات دي بتبقى عامله ازاي. برضه نفس الكلام. مش عارف، مش قادر احكم على حد. مروان طاهر النهارده اتحرك في كام كره يعني بيحاول، بس برضه الكره ما بتوصلوش، فانت مش عارف تحكم على حد. الاول كان في مثلا اللعيبه بتطلع المهاجم، فانت بتبص تقول ده بشكله كده مفيش ماتش 2 3 بتجيله فرصه 2 3 4 مثلا فرصتين 3 4 في الماتش فالراجل بيضيع، فانت ما بتعرفش تقول ده بيضيع ده كده خلاص ده على الله حكايته ملوش فيها، بيجيب تمام وشغال. لكن احنا لا عارفين نشوف ده ولا انت عارف تشوف ده. كاموش بينزل بيقعد دكه وينزل مروان عثمان بينزل بيعمل حاجات غريبه. الراجل نزل النهارده كوره جاياله تحسه بيستلمها بدماغه ما تعرفش ولا لعبها بدماغه، حاجات برضه مش مفهومه. بن شرقي بيعدي ومش عارف وبيعمل كل حاجه بس تحس في حاجه ناقصه، في حته ناقصه. امام برضه التبديله اللي نزلت النهارده بعد ما نص الملعب بتاعك مروان عطيه بعد ما كان مروان واحد من اهم اللعيبه في منظومه الاهلي، واحد من اللي بيتبني عليه التشكيله، دلوقتي ماتش يظهر ماتش ينام يلعب ربع ساعه الماتش كله ما يبانش. ديانج اللي جنبه نفس الكلام، تشتيت كور مش عارف غلط باصات قرارات غريبه بتتاخد. يبقى قدامي زاويه ان انا اشوط اقوم مباصي، زاويه مقفوله اقوم شايط، لا اما بقى تبقى الزاويه قدامي حلوه اقوم حاطط واحده اي كلام. يعني بقى حاجات غريبه. رجليه جامده، ده انت رجليك جامده في الباصات. ديانج ده رجليه جامده بيدي باصات اصلا تجيب مزق، فبالك انت بقى لما تشوط لك شوطه كده مثلا موجهه ولا حاجه مش فاهم. بتيجي مثلا تلاقي واحده ببطن رجله كده اللي هو يعني لو الحارس سابها الكره تتكسف اصلا تخش الجول. نفس الكلام محمد علي بن رمضان يعمل لقطه حلوه يختمها بواحده وحشه، يعمل لقطه حلوه يختمها يعني الماتش انت النهارده ما تعرفش تقول مثلا محمد علي بن رمضان ده كويس ولا هو سيء. كورتين واحده انفراد وواحده الجون فاضي والاتنين بيضيعوا بطريقه مش مفهومه. واحده بيحطها في رجل المدافع والتانيه انفراد بيحطها في رجل الحارس من تحت. تلاقيه مثلا بعد كده يقوم معدي مثلا لامم الدفاع ومعدي بواحده حلوه واداها لمروان عثمان اللي الراجل حطها برده في دماغ المدافع. فانت مش فاهم. طب انتوا العيب هنا في مين؟ العيب فين؟ العيب فيا ولا العيب في مين؟ انتوا دلوقتي طب انت يا ابني حلو ولا انت وحش؟ بتضيع ولا بتعرف تلعب؟ لمستك على الكوره حلوه ولا بتتزحلق وتقع؟ بتلوش بايدك ولا بتعرف تستلم وبتلف؟ هتفيد الفرقه ولا انت ضايع؟ انا مش بقتش الصراحه حاجه في ماتشات الاهلي بقت مش مفهومه. اللعيبه بقت مش مفهومه. انت مش فاهم هو عايز ايه. الاهلي ناقصه حته ان انا اجيب جون بقى. يعني انا عم بعمل كل حاجه ناقصني اجيب جون. انا برقص وبعدي ونفس الكلام. مفيش حد يعني حته ان انا مثلا الم واشوط دي يعني محتاجه وقت. عارف انت محتاجه مثلا تقدم تقرير وبعد كده اخد التقرير ده اقدمه مثلا للاداره، الاداره توافق ان انا اشوط كوره. لكن ان انا اخدها اجرب والم مثلا واقوم شايط واحده تيجي مظبوطه انسى. يوم ما تطلع كوره شوطه من رجل لاعب هتلاقيها وصلت للجمهور بيبعتها لحد فيهم. لكن ان انا مثلا الم واعدل واشوط مثلا واحده حلوه، بحس ان الحته دي محتاجه قرارات كتير قوي، محتاجه اقدم طلبات واقدم تنازلات وامضي مثلا تشيك على نفسي ولا حاجه. فدي حاجه برضو مش مفهومه. قرارات النهارده تبديله امام نزل حركه وشكل عمل حركه في الملعب
بيحاول يعافر، بيحاول نفسه يجيب جون عشان يروح ويعتذر للجمهور على الحركه اللي كلنا عارفينها ومش عارف ايه والكلام ده. بس هو التوتر وكل الحاجات وكل اللخبطه والسوشيال ميديا والاعلان وده بيتكلم وفيديوهات وتنزل وتصوير ومش عارف ايه، مخليها اللاعب عاوز يعمل كل حاجه وفي نفس الوقت هو اصلا متشتت فمش عارف. كور بتتبصى غلط، كور بتطلع غلط، قرارات برضو بتشتغل بشكل بسرعه، فانت يعني السرعه في القرارات بتلاقي ان الدنيا باظت. محتاج اكتر من حاجه تشتغل عليها عشان تعرف تكسب الماتشات الجايه. لسه انت لحد دلوقتي 10 نقط من 6 ماتشات، انت ادائك شكله ما يطمنش ان انت تعدي المجموعات. انت دلوقتي ادائك ده ما يطمنش ان بعد المجموعات خلاص انت عدت المجموعات، بقى بعد كده في الاقصائيات انا مش ضامن. يعني انا حتى يعني مفيش لاعب تقول ممكن ده يعمل فرق، ممكن ده مش عارف ايه. ما شفتش شايف الحته دي، حتى حته ان انا بعمل جمله او بعمل خطه. النهارده مثلا تبديله امام فضل قاعد مثلا يجي دقيقتين او 3 دقايق بيشرح له، كل ما الكاميرا تيجي عليه يبقى بيشرح له حاجه. مش فاهم انت بتشرح له ايه؟ يعني ايه اللي انت بتقول له مثلا ينزل يعمله في الملعب انت بتشرحه له؟ انا مش شايف خطه ولا شايف مثلا انت بتعمل جمله ولا في جمل مثلا متدربين عليها مثلا من ركنيه من كره ثابته مش عارف ايه. هي نفس الكلام نفس البساط. بناخد الكوره من نص الملعب نروح نلعبينها ثرو لوب ليه للباك او لهنا او لهنا. عايز اسقط في نفسي هموت واسقطها في ال 18 مش فاهم ليه. يعني انا ايه الفكره انا او سقطتها في ال 18 خدها الباك هيلعبها لمين؟ مش ما هتلاقيش حد بتلعب له، اما بتلعب تخبط في رجل المدافعين. فدي لفه نفس اللفه بتاخد الكره تقطع. هم النهارده خلاص هو جاي يعني هو عايز ياخد النقطه مش مستني، يعني مش جاي اموت نفسي. هو النهارده حتى يعني ما كانوش الخطوره واو بتاع فرقه عاديه وبيبان من شكلها، حتى من شكلها هناك فرقه عاديه، بس انت خايف انت مضغوط انت كده عندك حجه لو خسرت هتقول ايه. هناك اصل انا جمهورهم ضربني شتمني رمى عليا سايكين معجون حدفني بالجله حدفني مش عارف بايه ضربني بالفرشه في حجه. طب اجي العب هنا والجمهور والناس ناقصني حاجه انا مش عارف هي ايه. مش عارف تقول اللعيبه دي ايه، حلوين ووحشين. خط الدفاع النهارده شغال مفيش حاجه سيئه، بس ده من حته ان انا بدافع. طب من حته ان انا بقى يعني محتاج ان في ناس في الدفاع دي لها ادوار هجوميه زي الباكين دول لما بيطلعوا عرضيات لو العرضيه اتلعبت صح ما بتلاقيش اللي يلعبها، لا اما لو متمركز صح ما تلاقيش اللي يلعب العرضيه صح. ففي حته ناقصه دايما بتلاقيها موجوده، دايما في حته ناقصه انت بتدور عليها اللاعب يعملها، لاعب يأدي مثلا في مركزه صح، لاعب مثلا حتى لو في بره مركزه يحاول يستخلص مثلا ايه احسن حاجه ممكن اعملها في الحته دي مثلا مش على عدلتي واعملها. لا بتلاقي دايما القرار الغلط هو اللي بيتاخد. بعطل كتير الحته دي برضو، بعطل كتير قوي. اللعيبه كلها عندها حته ان انا بعطل على الكوره بعمل حاجه في الثانيه. زي كوره حسين كده النهارده اللي اتخانق فيها في اخر الماتش، عدى واحد والتاني ودخل وعدى التالت وقدامه 2 واقفين قدامه برضو عاوز يقطم ويعدي. طب انت شايف كل الناس دي حواليك انت هتعدي من مين طيب؟ ولا يعني لو عديت هتروح فين؟ شايف تكتل شايف بتاع العب السهله بقى. دي برضو هترجع لحته ان انت ما بتشاركش. فهو نازل عايز ياخد الكوره مش عاوز يبصها لحد، خلاص انا هاخد الكوره هتفضل لازقه في رجلي لحد مثلا اليوم ما يخلص. فدي حاجه غلط. طب ما انا بحاول اخلي في تنافسيه للاعيبه ان انا بنزل مش لازم أن يكون الهدف عندي ان انا اجيب جون، لا الجون بيفيد الفرقه كلها بيفيد المنظومه. فدي حته غايبه برضو في الملعب. كله عاوز ياخد الكوره لنفسه، كله عاوز يبص يعمل في الكوره كل حاجه، وبعد كده بقى ما تعرفش هيباصي امتى بقى الله اعلم بيها. وبرضو حته بقى بتضايقني قوي بقى يعني انا مش فاهمها، حته التبديلات. انا مش فاهم انت يعني هل مثلا في حاجه في الكوره في قانون مثلا بيخليك لو سبت مثلا تبديل ولا تبديلين يعني بتاخد مثلا عليه بونص اخر الموسم مثلا، ولا بتاخد نقط ولا بتاخد فلوس؟ يعني انا شايف ان الفرقه مفيش مش عارف يهاجم مش عارف ايه بجوان، بحاول انشط اي مركز بقى. يعني تبديله حسين دي مستني لحد الدقيقه 84 يا مؤمن عشان تبدل 84. يعني انت شايف مثلا ان طاير اللي انت طلعته خاربها مثلا فنتات وعمال يرقص ويشوط مثلا، فانت تقلان عليه قوي مثلا عشان يمكن يحط واحده من اللي هو ما بيعملهمش دول، فانت مستني لحد 84. يعني مستني حسين الشحات في الدقيقه 84 ينزل يعمل ايه مثلا؟ يعني ينزل يطير مثلا حاجات تبديلات مش عارف دي سياسه ايه ده، وده مرض مثلا. يعني اي حد بيجي يخش يدرب الاهلي
بيروح لابسه عفريت التبديلات ده مثلا، لا لا مش هبدل بدري. بحس ان كل المدربين اتفقوا ان انا مش هبدل بدري، هفضل قاعد مستني. بشوف بره الفرقه بتبقى خارجه الشوط الاول مثلا متعادله 0-0 والاداء مفيش حد عارف يعمل حاجه، فالشوط الثاني على طول ببدا بلاعب. لا بنستنى لحد الدقيقه حاجه و60، بعد كده نستنى الدقيقه مش عارف حاجه و70، بعد كده في الدقيقه حاجه و80 بنزل لاعب وبسيب برضه تبديل. قيمتك انت جايبها اصلا مش ما بتخدمش التشكيله. يعني انا المفروض بجيب القايمه دي تخدم التشكيله وتخدم الفرقه، في لاعب مكان لاعب، لو اللاعب ده مستواه واقع انزل مكانه لاعب. لكن انا بحس ان القايمه اللي انت جايبها هات اللي موجود، هات الموجود، هتشوف عندك ايه في الثلاجه هات ناكله خلاص مش مهم، امبارح بايت بقى مش بايت مش مهم هاتوه. فانا مش فاهم انت دلوقتي القصه دي كلها ايه سبب ان انا بفضل عطلان 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 في التبديلات، كاني بنزل التبديل ده مثلا من على النت والسرعه بطيئه، فانا مستني ان ربنا يكرم بقى واروح بقى ايه مبدل ومنزل مش عارف مين مكان مين في اخر 3 دقايق المفروض ان هو يعمل لي فرق شاسع في الملعب. فانا ما هي نفس الكلام يا جماعه، احنا بنحكي ونهري في نفس الحته بتاع كل مره. يعني حتى اضعف الايمان يا راجل ان انت تعدي حته التبديلات مثلا تبدل بدري، يعني لا انت بتطور لعيبه ولا بتطور تشكيله ولا خطه ولا مثلا بتعمل تكتيكات معينه مثلا لبعض اللعب والجمل مثلا اللي بيتدرب عليها. بتشوف مثلا بره بيلعبوا اوتات بيضربوا على مثلا حاجات مثلا في الركنيات مثلا تحرك ما ولا حاجه، هنا بتلاقي مفيش اي حاجه، حتى التبديلات بيستخسروا يبدلوا بدري. فحاجه يعني صعود النهارده بيقلق. انت عندك مجموعات هتلاقي بقى صن داونز، هتلاقي مش عارف ايه، تخبط في بيراميدز وانت معدي ولا حاجه، فهتبقى شكلك مش قد كده. الماتشات بتاعتك يعني مبقاش في ماتش احنا عارفين نقول عليه سهل، فانت محتاج الماتشات الجايه محتاج تشتغل على اللعيبه، محتاج نفس الكلام تعمل اي تطور في اي حاجه. بقيت لسه احنا رابع دوري، لسه لو فرقه وقعت انت برضه بتقع معاها، صعدت مجموعات صعدت اول مجموعتك تمام ماشي وفل وكل حاجه، بس انت ادائك يخوف. لو انت دخلت لعبت الاقصائيات والنوك اوت والحاجات دي انت مش يعني لو وقعت مع فرقه مثلا بتخبط وبتهاجم يعني مش عارفين ايه اللي هيحصل. انت حتى على ارضك انت ما بتعملش فرق. يعني انا لو بلعب بره مثلا ممكن يكسبوني ولا مش عارف 1-0 او اتعادل او بتاع، فانا مش هاجي هنا مثلا اعرف اشوف، مش هلاقي فرق مثلا شاسع اطلعه مثلا قدام الفرقه. فانا هشتغل ان انا افوت حته ان انا بره وان انا جوه، ونقلل حته ان انا بدور على تصريحات لو خسرت اقولها. فدي حاجه يعني الصراحه مجنناني، فيا ريت نشتغل عليها. لان انت رابع دوري، لو فضلت ماشي على نفس النهج ده انت الله اعلم انت الدوري هيحصل فيه ايه. بيراميدز بسم الله ما شاء الله لعيبته كلها شغاله وبتطلع نار. الزمالك رغم كل اللي فيه ده بتلاقي لعيبته بتجيب اجوان وبتسجل، واحد زي ناصر منسي والرجاله بقى باقي العيال اللي الصغيره اللي بتطلع وبتلعب وبتقدم مستويات وعايزه تظهر نفسها. احنا في عز ده، احنا لسه صفقاتنا اللي بتيجي لسه واحد زي عمرو الجزار ده ما شمش الملعب، رحت عامله ازاي 60 مليون مدفوعين في لاعب لسه لحد دلوقتي ما شمش الملعب. يقول لك اصل الراجل قال له انت هتلعب هتبقى اساسي معاه الفتره الجايه، مكان مين يعني تنزله مكاني هيقف يضرب مكانك. فيعني صفقات مركونه بره مش عارفين هتلعب ولا مش هتلعب. فيعني ربنا يستر في اللي جاي. ولو كملت لحد هنا بقى اعمل لايك واعمل اشتراك واشوفكم فيديو جديد.